بالنسبة للشبهات، من أعظم الشبهات التي يستدل بها الشيعة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قضية ميراث فاطمة، ويقولون إن فاطمة جاءت تطلب ميراثها من أبي بكر الصديق فمنعها ذلك الميراث. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: أولا، الشيعة في هذه المسألة ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول من يقول إن هذا المال الذي جاءت فاطمة تطالب به كان ميراثا، هذا المال كان من النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة الله عنها. ننظر أولا ما هي فدك. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث الصحيح البخاري وغيره أنه ما ترك شيئا صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قبيل موته سألها عن 7 دنانير كانت في بيتها، فأمرها أن تتصدق بها، ولكنها لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تستطع ذلك. فلما أفاق النبي صلوات ربي وسلامه عليه سأل عن هذه الدنانير 7 ما صنعت بها، فقالت هي عندي، فأمرها أن تتصدق بها، وقال: كيف يلقى محمد ربه وعنده هذه الدنانير، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هذا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس، وما كان يجمع شيئا من هذه الدنيا ولا يحرص عليها. فإذا كان الأمر كذلك، فكيف يدع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذا الميراث الذي يكون حوله هذا الصراع، سواء كان هذا الميراث عبارة عن فدك، أو عبارة عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، أو سهم النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة. فكيف نجمع بين هذه القصة وهي قصة الدنانير 7 وبين وجود فدك وسهم خيبر وسهم بني قريظة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد نبه أهل العلم على أن هذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان وقفا على آل بيته صلوات ربي وسلامه عليه وأزواجه لمن يحتاج منهم، أي لحاجات النبي صلى الله عليه وسلم وحاجات أهل بيته. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا يصدق قول أهل السنة والجماعة كما جاء عن أبي بكر الصديق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. وبناء على ذلك فلم يورث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. الذي حدث في معتقد أهل السنة والجماعة وما صح وثبت أن فاطمة رضي الله عنها جاءت تطالب أبا بكر الصديق بنصيبها من النبي صلى الله عليه وسلم من الميراث، ولكن البعض يحتج يقول: كيف فاطمة لا تعلم أن النبي لا يورث وأبو بكر يعلم؟ فنقول: وماذا في هذا؟ فلا يشترط أبدا، بل لا يمكن أبدا أن كل أمر من أمور الشريعة يعلمه كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكن هذا أبدا. ولا أظن أنه يخفى عليكم جميعا الحادثة المشهورة عندما خرج عمر إلى بيت المقدس ثم اختلف مع أصحابه عندما وقع طاعون عمواس وهم في الطريق، فاستشارهم عمر: هل نقدم أو نرجع؟ فبين موافق على الإقدام وبين منازع يطلب الرجوع وبين ساكت واجم، ولم يعلم أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا في هذا الأمر، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وقال: عندي في هذا علما، وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الطاعون. فهذا أمر لم يعلمه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الرحمن بن عوف. والحديث أيضا المشهور الذي نقرأه دائما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك، ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم:
من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال ألا أخبر الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا فيتكل. وفي رواية أنه قال له نعم أخبر الناس، وذهب يخبر الناس. ثم بعد ذلك حديث أبي هريرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ذهب يخبر الناس، فجاء عمر ومنع أبا هريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمر؟ قال إذن يتكل. قال نعم إذن يتكل، وأذن لعمر. فإذا لم يسمع بهذا الحديث كثير من الناس. وكذلك حديث معاذ رضي الله عنه الذي حدث به تأثما قبل أن يموت، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله، لما سأله ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، وهذا الحديث كلكم يحفظه. وما حدث به معاذ إلا تأثما، يعني خوفا من كتمان العلم. فليس بالضرورة أن يعلم كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء كأفراد، ولكن يعلم الجميع حديث النبي. نعم لم يغب شيء من الدين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمجموعة، لكن كأفراد قد يغيب عن بعضهم ما يطلع عليه آخرون. فلا يستبعد أبدا أنه غاب عن فاطمة رضي الله عنها هذا الحديث، وسمعه أبو بكر وسمعه عمر وسمعه عثمان وسمعه علي وسمعه العباس، رواه 10 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبناء على ذلك نقول نعم يمكن أن يخفى على فاطمة، وبالتالي حدث به أبو بكر وقبلت فاطمة رضي الله عنها. لكن هذا الحديث لا يخلو من إشكال يحتاج إلى توضيح. أولا فيه أن أبا بكر الصديق لما قال لفاطمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة، تقول عائشة فلم تكلمه بعد ذلك. وفي رواية فوجدت فاطمة على أبي بكر فلم تكلمه بعد ذلك. وفي رواية أنها لما ماتت لم يؤذن أبو بكر يعني بموتها. وفي رواية أن عليا رضي الله عنه لم يبايع تلك الأيام حتى بايع بعد 6 أشهر بعد موت فاطمة. حقيقة في النظر في هذا الحديث وهو حديث في البخاري لابد أن نتنبه لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث برواية أبي بكر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنسلم بهذا أن النبي حدث بهذا صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثاني أهل السنة والجماعة في هذه المسألة لا يبحثون عذرا لأبي بكر. لماذا؟ لأن أبا بكر طبق ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا نورث ما تركناه صدقة. ولو وضع أي واحد منكم نفسه مكان أبي بكر ماذا بالله عليكم كان سيصنع؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لك لا نورث ما تركناه صدقة، ثم جاءتك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت نصيبها، فماذا كنت ستفعل؟ هل ستقدم قول النبي أو تقدم قول فاطمة؟ لا شك أن كل عاقل سيقول إنه يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر، هل وجدت فاطمة هل غضبت أم لم تغضب؟ إن كانت غضبت فهذا لا يعيب أبا بكر شيئا، فإن أبا بكر لم يصنع شيئا يغضبها. وإن كانت لم تغضب فهذا هو المرجو منها ومن أمثالها رضي الله عنها. إذن قول عائشة فلم تكلمه فاطمة فوجدت فاطمة ولم تكلمه بعد ذلك، وجدت يعني غضبت ولم تكلمه بعد ذلك. قال أهل العلم لم تكلمه بعد ذلك يحتمل أمرين: يحتمل لم تكلمه أي خاصمته فهجرته فلم تكلمه، ويحتمل أمرا آخر وهو أنها لم تكلمه أي في هذا الموضوع مرة ثانية اقتنعت قبلت ما قال أبو بكر فلم تكلمه بعد ذلك، أي لم تعد طرح هذا الموضوع مرة ثانية، لم تطالب بالميراث. يحتمل أمرين. أشغلني هذا الموضوع كثيرا فبدأت أبحث في تخريج هذا الحديث
والنظر في طرقه سواء من حيث أسانيده أو من حيث متونه. فتبين لي أمر، ألا وهو أن زيادة فوجدت فاطمة وزيادة أن عليا بايع بعد 6 أشهر وكان لم يبايع قبل ذلك، كلها ليس من قول عائشة، ليست من قول عائشة، وإنما هذا مدرج أدرجه الراوي عن الراوي عن عائشة رضي الله عنها، إذ إن هذا الحديث رواه عروة عن عائشة ورواه عن عروة الزهري، وهذا الإدراج من الزهري. ولما تتبعت طرق هذا الحديث تبين أن جل الرواة أو كل الرواة عن الزهري، وجدت أن كل الرواة عن الزهري يعني الذين رووا هذا الحديث جلهم يتفقون على عدم الزيادة، أي لم يذكروا أنها وجدت ولم يذكروا أن عليا لم يبايع، وإنما ذكر هذه الرواية بعض الرواة عن الزهري. وبناء على ذلك ظهر لي من خلال البحث أن الإدراج من الزهري لا من تلاميذه، يدرج أحيانا فيذكرها أحيانا ولا يذكرها أحيانا. والإدراج على كل حال لا أقول اشتهر به الزهري، لكن عرف به الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، عرف بالإدراج. والإدراج هو أن يضيف الراوي كلاما من عند نفسه زيادة على الحديث لتوضيحه أو شيئا سمعه، ولا يتنبه للإدراج إلا من خلال جمع طرق الحديث. فإذا كان هذا الذي قيل إدراجا من الزهري فالمسألة واضحة، ففاطمة إذا لم تجد على أبي بكر، أي لم تغضب ولم تكلمه في هذا الموضوع أي مرة ثانية، ولم تتأخر بيعة علي رضي الله عنه، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه بايع علي رضي الله عنه في ثاني يوم مع الزبير وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى هذا لا يكون هناك أي إشكال بين فاطمة وأبي بكر. وأما قضية أن أبي بكر صديق يعني أو أن فاطمة دفنت ليلا، هذا ليس لغضبها، دفنت ليلا وأنها لا تريد أبي بكر أن يطلع عليها، ويدل على ذلك أمور. أما الأمر الأول فهو أن الدفن ليلا ليس بمستغرب ولا هو عزيز يعني قليل. النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، عائشة دفنت ليلا، فاطمة دفنت ليلا، والمرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد دفنت ليلا. فالدفن ليلا لم يكن أمرا مستغربا، وعبد الله ذو البجادين دفن ليلا، فالدفن ليلا ليس بأمر بمستغرب، بل يقع هذا كثيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن هذا إنما فعلته فاطمة وهو الدفن ليلا لشدة حيائها رضي الله عنها، لشدة حيائها طلبت أن تدفن ليلا. الأمر الثالث نعلم يقينا أن من الملازمين لفاطمة قبيل وفاتها أسماء بنت عميس، وكانت تمرض فاطمة، وأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، فيستبعد تماما أن زوجة أبي بكر الصديق تمرض فاطمة رضي الله عنها، بل وهي التي أشارت عليها بكفنها ذلك. ثم بعد ذلك لا يدري أبو بكر أن فاطمة بنت النبي ماتت، وهي فاطمة يعني عند الناس ومعروف قدرها عند أبي بكر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أنها رضيت وقبلت بما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. يبقى هناك بعض التساؤلات التي نحتاج أن نبينها.
أما الأمر الأول وهو القول بأن أنا قبل أن أسترسل يعني هل طريقتي هذه مناسبة يعني بحيث أني يعني لعلي أطلت يعني في شبهة واحدة أكثر من شبهة نطرحها، أم نستمر بهذه الطريقة؟ أستمر. طيب لا بأس. إذن الأمر الثاني نقول إن علي رضي الله عنه صنع كما صنع أبو بكر، فلو كان أبو بكر ظالما رضي الله عنه بهذا الفعل وهو أنه لم يعطي فاطمة ميراثها، فإن الذي استخلف بعد أبي بكر عمر ولم يعطي يعني ورثة فاطمة ميراثهم، وكذلك عثمان لم يعطهم ميراثهم، ثم بعد ذلك علي، وعلي لم يعطي أحدا ميراثه. فنقول للطاعنين في أبي بكر الصديق من الرافضة وغيرهم إذا كان أبو بكر ظالما ومنع فاطمة ميراثها فكذلك عمر، فكذلك عمر، وكذلك علي رضي الله عنهم أجمعين، وهذا لا شك أنه باطل غير صحيح. وكما طلب الإخوة أن نختصر، فنقول هذا فيما يعني يدور حول هذه النقطة. وأما القول بأنها هبة هدية من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باطل، ومن القول بأنه شهد علي وأم أيمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهبها فاطمة هذا كذب. فلو كان النبي وهبها تلك الحديقة لماذا جاءت تطالب بها، خاصة وأن الحديقة استلمها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر سنة 7 من الهجرة، فتكون فاطمة استلمتها منذ 4 سنوات، فكيف تأتي فاطمة بعد ذلك تطالب أبا بكر بهدية استلمتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل 4 سنوات؟ هذا لا يمكن أبدا أن يقوله عاقل. كذلك القول بأنها هبة، المعروف عند أهل العلم، عند جماهير أهل العلم من الفقهاء، أن الهبة إذا لم يستلمها الموهوب له حتى مات الواهب فإنها تصير بعد ذلك من مال الورثة. وأما ما يستدلون به من قول الله تبارك وورث سليمان داود، وقول الله تبارك وتعالى عن زكريا أنه قال يرثني ويرث من آل يعقوب، فكل هذا المقصود به ميراث العلم. وأذكر فقط مسألة واحدة. يعقوب زكريا عليه السلام لما قال أو سأل الله تبارك وتعالى هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، الله تبارك وتعالى سؤال واحد فقط هنا، هل استجاب لزكريا أم لم يستجب؟ أنه طلب ولدا قال يرثني ويرث من آل يعقوب، هل الله تبارك وتعالى استجاب لزكريا أم لم يستجب له؟ ظاهر القرآن أنه استجاب الله له، دعا ربه تبارك وتعالى فاستجاب الله له سبحانه وتعالى وبشره بيحيى. طيب هل ورث يحيى زكريا أو لم يرثه؟ لم يرثه. إذا قلنا وراثة مال، لماذا؟ أن يحيى مات قبل زكريا، قتل يحيى عليه السلام في حياة أبيه، في حياة زكريا، فكيف يقال أن الله استجاب له سبحانه وتعالى؟ وإنما ورث النبوة، وهذا قد وقع. نعم نال النبوة كما قال الله تبارك وتعالى عن يحيى عليه الصلاة والسلام أنه ورث النبوة صلوات ربي وسلامه عليه، وكان نبيا مع عيسى صلوات ربي وسلامه عليهما وعلى نبينا محمد.